السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. النهاردة الحد 10 أغسطس 2025. هندردش مع بعض في مجموعة من الورق، ونتكلم عن المؤشر EGX30 وال EGX20. نبدأ بال EGX30. هو على المدى المتوسط في أب ترند، ده على المدى المتوسط، والسهم بقاله كام جلسة طالع بفعل الأسهم التقيلة، التجاري الدولي وطلعت مصطفى وأكتر من سهم. كنا حددنا هنا مقاومة هنا في 35,800، تخطاها وقفل فوق منها. النهاردة فتح 35,809، طلع لحد 36,282، وقفل عند 36,109. طب احنا عندنا هنا خط ترند الأحمر ده التقيل ده، الخط التقيل ده هل هيروح يختبره؟ هل هيعمل عليه وولف ويروح يختبره؟ هيطلع عند 38,000 على المدى المتوسط؟ وارد. طيب على المدى القصير، لو رسمنا هنا كده بومراتش من آخر طالع عليه، تمام، هيبقى عندنا أول دعم لينا هنا في 35,700، والدعم التاني 35,350، 35,350 أو حوالي منها النقطة. و35,000 فلات. وارد اللي هو يصحح لإعادة العزم وتروح تاني. طب أنا بقول ليه؟ لأن أنا شايف الشمعة بتاعت المؤشر التجاري الدولي مش حلوة النهاردة. يعني لو رحنا بصينا كده على التجاري الدولي، أتقل سهم في المؤشر البنك التجاري الدولي. بص الشمعة بتاعت النهاردة بتاعت التجاري الدولي، الشمعة دي سلبية وفي قمة. فتح ب 100 جنيه النهاردة، طلع لحد ال 102، وقفل على 100 فلات. فالشمعة دي مش عجباني، او مش عطياني الطمأنينة ومش عطياني الراحة. انا حقيقي ليا عندي هدف فوق، بس وارد، ما انا بقول وارد يصحح عشان ياخد العزم ويرجع يطلع يكمل تاني. يعني انا لو جيت هنا اهوت، نزلت سحبت ده كده تحت شوية، عندي هدف هنا، اول هدف نسبة 161 فيبوناتشي في التجاري الدولي، عند عند ال 110 تقريبا، من 110 111، من ال 111 جنيه. طيب وارد يصحح هنا او يجني ارباح حاجة بسيطة، ويرجع يختبر تاني النقطة دي اللي نزل منها عند ال 102. طيب ده عملة ايه في التجاري الدولي؟ ده عملة 96 جنيه، اللي هي 50 في 60% فيبوناتشي من اخر طلعة. 60% فيبوناتشي من اخر طلعة. نرجع تاني للمؤشرات عشان نستكمل بعض الأسهم. ده الاي جي اكس 30 على المدى القصير جدا، من اخر طلعة رسمت فيبوناتشي من اخر طلعة. طيب الاي جي اكس 70 كان في خط الترند ده برضو اخترقه لفوق. النهارده المؤشر ده فتح 10,580، الهاي بتاعه 10,662، وقفل 10,640 تقريبا. هنعتبر النقطة اللي واقف عندها دي مقاومة. هعتبر نقطة ال 10,650 تقريبا، 10,650 دي مقاومة. دي مقاومة. هيبقى دعمنا في جلسة بكرة إن شاء الله خط الترند ده عند ال 10,550، يعني في 100 نقطة تحت.
100 نقطة تحت، هعتبر دي مقاومة. طيب نبص بقى على الأسهم. أكت فاينانشال اتكلمت عليه أكتر من مرة، كنت راسم الخط العرضي البنك ده وقلت ده دعم فعلا. هو حتى ما وصلهوش، يعني هو دعم ونسبة بومناتش من الآخر طلع، ما وصلوش في التعريضة دي. يعني هو نزل لف، جاء من عند الاتنين 96 ولف، عمل هنا في فجوة اهي. الفجوة دي الهاي بتاعها، يعني الشمعة دي الهاي بتاعها 3-4، الشمعة دي 3-4. حتى مش عايز ينزل يقفلها على مدار 1 2 3 6 7 جلسات اهو، 7 جلسات ما نزلش يقفل الفجوة دي. فدي في حد ذاتها إيجابية للسهم ده. فاكت فاينانشال عندنا هنا هو الدعم في الحتة دي او في المنطقة دي كده، نقول ناخد اللو بتاع الشمعة دي ال 3-11 دعم اكت فاينانشال. النهارده هو اللو جاب اللو بتاعه 3-12 وقفل 3-13 ب 3,600,000 سهم. طيب الدعم الأساسي بتاعنا هنا الخط البنك ده عند ال 3-8، يعني دعمنا الأساسي عند ال 3-8. يعني يعتبر 3-8 ده دعم ووقف خسارة، دعم ووقف خسارة. نكتب الأرقام دي كويس عشان ما ننساهاش، عشان الواحد دايما بينسى مع كتر الأسهم والتنفيذات والدوشة بتاعت اليوم بينسى. فهنقول ال 3-8 دي دعم ووقف خسارة. طيب مقاومتنا فين؟ تخطي ال 3-16، تخطي ال 3-16 يبقى عندنا بعد كده 3-35 و 3-40، 3-35 و 3-40. مؤشر الماكت بتاعه إيجابي، بشرط الحفاظ على 3-8. ده بالنسبة لأكت فاينانشال. ابن سينا برضو اتكلمنا عليه برضو بأكتر من فيديو، قلنا عنده هدف عند 3-11 برضو معرض في الحتة دي. وهنقول هنا هو دلوقتي على المدى القصير جدا عنده 10-40 مقاومة، 10-40 مقاومة. هو قافل 10-20 النهاردة، الكلوز بتاعه 10-20، يبقى عندنا 10-40 مقاومة على المدى القصير جدا. والدعم هنا هو في منطقة الدعم بتاعنا هنا 99. وهدف على المدى المتوسط 11 جنيه. والدعم الأساسي بتاعنا هنا هو في 9.55. ده من سينا قرب للتنمية خلاص، اتكلمنا عليه كتير. ودي خط الترند اهو، الخط الأزرق ده وصل له. وصل النهاردة جاب 194. طبعا دبلر المحفظة فايه نقول ايه، أقل من شهر، أسبوعين. يعني هنا كنت بتكلم عليه في 95 قرش و96 قرش يوم 28/7 كان بجنيه. النهاردة وصل 190 قرش، يعني 100%. خد رالي 7 جلسات ورا بعض، رالي 7 جلسات، اللهم بارك. فأعتقد دي هتبقى دي هنا هو دي المقاومة عندنا، 195 196 2 جنيه دي مقاومة. ده بالنسبة للأقرب للتنمية والاستثمار. طب في برضو سهم حلو بالنسبة للتنمية برضو، سهم تنمية نفسه. شوف تنمية، الاستثمار العقاري. على المدى المتوسط السهم ده فيه قناة سعرية ماشي فيها. هنقول هنا دعم ال 3 جنيه و40 قرش، دعمنا ال 3 جنيه و40 قرش. مقاومتنا حوالين ال 73. مقاومتنا ليه؟ ادي سقف القناة وفي اكتر من نسبة فوبناتش. فدي تريدة حلوة من ال 43 345 لحد ال 73. هو النهارده قافل 348. ده بالنسبة لسهم تنمية. جو جرين، نشوف جو جرين. هنا في خط، هنا خط ترند.
كان هنا نزل من هنا وجا هنا برضو في جلسة ادي كده، يعني قصدي ادي كده مرة، ادي كده اتنين، جا هنا في الجلسة دي تلاتة اربعة ونزل برضو، نزل جا هنا برضو وبيحاول ينزل. الجلسة بتاعت النهاردة اخترق ب 13 مليون سهم. الثبات فوق الجنيه وباريزا، الثبات فوق الجنيه وباريزا، عندنا هدف هنا الجنيه ونص. ثبات فوق الجنيه وباريزا، عندنا هدف جنيه ونص. اشتغل تحت الجنيه وباريزا، يبقى عندنا اول دعم هنا الجنيه فلات، جنيه فلات، يبقى دعمنا جنيه فلات. وارقامنا الرقم التاني الجنيه وعشرة ساعة. سبيد ميديكال عرضي في الحتة دي، دعمنا 3 تلاتات. المقاومة بتاعتنا 34 قرش و5 مليم. أسهم القروش هنروح برضو في سهم عاجبني برضو، المصريين الإسكان. المصريين الإسكان. أنا محدد نقطة ال40 قرش مقاومة مهمة جدا. نقطة ال40 قرش مقاومة مهمة جدا. هو هنا كان شغال ب37 قرش، اتكلمت عليه في فيديو سابق في 37 قرش. هو نظام السهم ده بيطلع بفجوات، فطلع بفجوة. يعني هنا في جلسة 4 أغسطس كان قافل 37 قرش و8. الجلسة اللي بعد منها فتح بفجوة ووصل لحد أو وصل قرب المقاومة بتاعته عند ال40 قرش، وصل لحد 39 و6 مليم، فرق 4 مليم. تمام. فأنا متعود على السهم ده الفجوات. في فجوة هنا برضو بعد جلسة 23/6، والفجوة دي مش متغطية، يعني الفجوة دي ما غطاهاش. حاول يغطيها بالشمعة دي كده لكن ما غطاهاش. الفجوة دي الهاي بتاعها 36 قرش و7 أو 36 قرش و8، ما غطاهاش، اشتغل فوق منها. هو طلع بالشمعة دي وبعدين بيهدي، وهنا في فجوة بس غطاها المرة دي، الفجوة دي متغطية. فدعمنا هنا 37 قرش و7، أو نقول 38 قرش فلات. أول مقاومة 39 قرش و3، وبعدين ال40. تخطي ال40 قرش هيبقى فيه شكل تاني وشكل أحسن إن شاء الله للسهم ده. هنستناه بعد كده عند 43 قرش و5 مليم. وفي هنا خط وولف أنا مستنيه بصراحة عند 46 قرش، عند 46 قرش. طيب من الأسهم برضو الحلوة اللي ممكن تعمل شغل كويس، نتكلم الأول بس على الأول عن يونيفرسال طالما جينا ناحيته. وكنت محدد له أنا هنا دعم عند ال 84 قرش. هو لف من قبل منها، وقلت الكلام ده في الفيديو اللي فات، اللي هو لف من عند 86. بس جاي هنا في مقاومة كده بسيطة هنا. جايب جلسة النهاردة الناس كلها دخلت اشترت في الشمعة دي. يعني هنا منفذ 16 مليون، هنا 17 مليون، هنا في الشمعة البيضة دي منفذ 75 مليون، 75 مليون. فالناس كلها دخلت اشترت هنا، فالميكر بيهدي كده شوية. فأعتقد ان الحتة دي هيبقى فيها تهدية شوية، وهيبقى دعمنا هنا فيها 90 قرش. ومقاومة بتاعتنا 94 قرش. دعمنا 92، دعمنا هنا 90 قرش، مقاومة 94 قرش. نهر الخير عنده مقاومة هنا في ال 56/6، هو النهاردة قافل 55/2. الدعم الأول هنا 54 فلات. طيب السهم بقى اللي عجبني برضو قبل، طب نتكلم عن الأول، نرجع لمصر أبو ظبي، مصر في أبو ظبي. طيب موبكو. موبكو الصراحة عجبني السهم، في فوليومات كويسة داخلة فيه، والسعر أعتقد اللي هو كويس، بس هو داخل على مقاومة فنخلي بالنا. المقاومة اللي هي الخط ده، بص نزل منه كام مرة اهو، مرسوم جاهز اهو. ممكن نتقل عليه شوية.
طيب المنطقة دي بص هنا، ادي كده مرة كان نازل، كان فوق الخط ده ونزل وارتد منه وطلع ونزل، ادي كده اتنين. هنا اخترقوا ونزل واخترقوا وطلع، وبعدين ادي كده تلاتة، ادي كده اربعة، ادي كده خمسة، ادي كده ستة، سبعة مش قادر يخترقوا، تمانية تسعة مش قادر يخترقوا، 10 11 12 13، المرة دي المرة الأربعتاشر. فهل هيخترقوا في المرة دي؟ هل هيخترقوا في المرة دي؟ الخط ده 29 10 تقريبا، ولا هيجني؟ النهاردة قافل 29 13. فهل اخترقوا؟ وإن شاء الله هيخترقوا، هيبقى فيه تارجت حلو لهواة الاستثمار مش لهواة المضاربة، لأن السهم ده بيتحرك واحدة واحدة. في حال الثبات فوق ال 29 قرش هيبقى عندنا هدف هنا أول عند الاتنين، أو حوالين 32 جنيه، 33 جنيه. وبعدين عندنا كده هنا عند 39 جنيه، 39 جنيه. هدف تاني عند 39 جنيه، نكتب 39 جنيه، أو ممكن نكتب هنا عشان ما ننساش. ده الهدف التاني بتاعنا عند 39 جنيه، والهدف اللي قبل منه عند 33 جنيه. طيب في حال ما قدرش يعني يخترقه، هيبقى أول دعم لينا هنا في ال 28 ونص يليه 28 فلات، 28 فلات ده على المدى القصير جدا. طيب من الأسهم برضو اللي نحب نتكلم عنها، نشوف أديب مصرف أبو ظبي. طيب مصرف أبو ظبي هنا عنده مقاومة هنا في الحتة دي عند ال 24 جنيه. هو في جلسة النهاردة جه عمل إيه؟ فتح عند ال 24 فلات، طلع لحد 24 40، وكلوز 23 80. طيب الحتة دي مقاومة، ال 24 فلات دي اعتبرها مقاومة. أول دعم لينا هنا على المدى القصير 23 75، يعني الحتة دي بقى دي الأساسية. على المدى المتوسط عندنا 23 فلات، وهنا خط ترند عندنا 22 75. في حالة تخطي ال 24 جنيه نحدثه، لأن هيبقى فيه أهداف كويسة ليه، وده سهم استثماري أكتر من مضاربي، أو مضاربي استثماري يميل للمضاربة. نشوف جهينة. جهينة عند مقاومة، داخل على مقاومة، وشمعة النهاردة سلبية. مقاومته هنا اهوت في عندنا هنا مقاومة في 29 45. طب النهاردة عمل ايه؟ النهاردة فتح 29 60، طلع لحد 29 70، وكلوز 29 20. لو ما قدرش يخترق النقطة دي، هيبقى عندنا هنا الدعم ده، دعم ال 28 جنيه 13. فدعمنا ال 28 جنيه 13. فهل اختراقها؟ هيبقى عندنا أول هدف هنا عند ال 31 ونص، 34، وبعد كده 38. فهي جاب متابعته. برضو من الأسهم الحلوة القاهرة للدواجن. قطاع الدواجن حلو. احنا شفنا اتكلمنا عن الإسماعيلية وعملت رالي حلو. يعني هنا الإسماعيلية للدواجن اتكلمت عليها في 10 جنيه، شايفها على الشاشة حلو. اتكلمت عليها هنا في 10 جنيه، وصلت لحد ال 13 ونص وبتجني أرباح. يعني كان في هنا خط ترند وصلته واخترقته، بس للأسف الجلسة الأخرانية قافلة تحت منه. فالقطاع عموما حلو. فاحنا دلوقتي هنتكلم على القاهرة للدواجن. القاهرة للدواجن القاهرة للدواجن ده هيعمل شكل بيج دبليو. بص دبليو
دبليو نازل من 23.80 نزل لحد ال 17 جنيه تقريبا، وبعدين طلع لحد ال 21، وبعدين رجع نزل تاني عند 17.40 اهو وطلع. بس هنا في مقاومة هنا في الحتة دي. النهاردة فتح 20.60 طلع لحد لا سوري، فتح 20.15 طلع لحد 20.60 واللي هو 20.15 وقفل 20.30 ب2 مليون سهم تقريبا. طيب عندنا مقاومة هنا قرب ال 21 جنيه. النقطة دي خط الترند ده 20.90، وفي خط هنا عرضي عندي الشمعتين دول، يعني لو الشمعتين دول كده نزل من عندهم عند الكام؟ عند ال 21.14. يبقى حوالين ال 21 جنيه في مقاومة اختراقها. في حال اختراق المقاومة دي يجي من عند النقطة دي اللي نازل منها عند ال 23.75 مثلا أو قبل ال 24 بشوية. في حال اللي هو ما قدرش يخترقها هيبقى الدعوم بتاعتنا ال 20 فلات أول دعم لينا. ممكن نجيبها بفيبوناتشي يكون أفضل من آخر طلعة. أنا عايز أطلع فوق مش عارف. طيب هيبقى عندنا هنا اهوت أول هنا كده 19.80 19.80 اللي هي 19.30 يليها 50% فيبوناتشي 18.85. تمام، ده بالنسبة للقاهرة الدولية. برضو في سهم برضو استثماري يميل للمضاربة، سهم برضو حلو وفي طلعات كويسة نتابعه برضو ونشوف. أعمار هنا لف من منطقة 8.35 مرتين اهو. تمام، والنهارده شبعت. النهارده فتح 8.74 طلع لحد 8.86 وكلوز 8.85. تمام، عندنا هنا الدعم بتاعنا هنا اهو 8.75 على المدى المتوسط او على المدى من المتوسط للقصير. 8.75 8.75 8.75 هو قافل 8.85 فدعمنا 8.75. يليه خط الترند ده هنا اهو 8.66 8.65. تمام، اول مقاومة لينا هنا في ال 9.10 وبعدين 9.30 9.5 9.90 10. دي أرقام ومقاومات على المدى المتوسط. نشوف برضو في العبور حلو، سهم حلو وبيجمع حلو وهنختم بيه إن شاء الله. الفيديو ده بصراحة فيه تجميعة أسهم حلوة، يعني ممكن نتابعها. ما بقولكش اشتري ولا بقولك بيع، بس بقولك تابع وشوف. مش لازم تشوف بكرة، ممكن بكرة بعده 3 أيام تابع وشوف. والسادس من برضو من أكتوبر برضو حلو. يا سلام على خط الترند. بص شمعة النهاردة، خط الترند ده رسمه من فترة. بص خط الترند ده، شوف شمعة النهاردة عمل ايه. خبط في خط الترند عند 56.60 قفل 57 جنيه 44 قرش. أول مقاومة لينا هنا في 59 قرش. سهم حلو وما كسرش النقطة دي. حلو. سادس من أكتوبر برضو حلو. قلنا هنقول ايه؟ العبور. العبور للاستثمار العقاري. طيب بص دعمك هنا في الحتة دي في ال 11 فلات. دعمك في ال 11 فلات النهارده، جلسة النهارده 11 ونص قافل. دعمك في ال 11 فلات. أول مقاومة لينا هنا في ال 12.40 وبعدين يجيب النقطة اللي نزل منها عند ال 13.90 أو حوالين ال 13.90. يبقى هنقول دعم وقف خسارة 11 جنيه فلات. أي حد ليه أي استفسار يا ريت يسيبولي في الكومنت نعلق عليه في الفيديو الجاي، أو ممكن في الكومنت نفسه أعلق لك عليه وأقول لك دعمه وقف خسارة، أقول لك مقاومته، أقول لك إذا كان عرضي إذا كان في اتجاه صاعد. يعني في أخ من الإخوة كان سألني على عربية حليج في الفيديو اللي فات، فما كانش يعني، وانا مش شايف ان انا ممكن اتكلم عليه هنا قوي، بس انا شايفه عرضي
وقلت له الدعم بتاعه، وقلت له المقاومة على ما أتذكر، وقلت له في أسهم تانية أفضل منه. لو وصلت لحد هنا يا ريت تدعم، يا ريت تعمل لايك، ويا ريت تعمل شير، حضرتك تستفيد وغيرك يستفيد. لو حضرتك مش مستفاد ممكن تسيب القناة عادي، يعني مفيش مشكلة، سيب القناة عادي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.